يعني أنا عايزة أفهم، يعني ترامب طلع يقول لك إن الحياة في غزة يا عيني مش هيقدروا يعيشوا، وإن الحياة متدمرة، ومسؤول حماس طلع يقول لك غزة منكوبة. وقاعدين، امال فين الانتصار اللي قاعد تقول عليه يا اخويا؟ وانت وهو طالعين عاملين ممرات وعربيات رايحة وعربيات جاية ولبس أفخم لبس، وماشيين تشندلوا وتعملوا احتفالات إن انتوا انتصرتوا. دلوقتي بتقول ان غزة منكوبة، مين اللي نكبها؟ مش انت برضو اللي نكبتها وطلعت تجري تحت الحفرة تستخبى، ودلوقتي طلعت من الحفرة تحتفل وجاي تاني تقول منكوبة؟ والناس اللي ماتت كام، 40,000 واحد مات. وبعدين يعني برضو امريكا ما شايفة ان مين اللي دمر غزة؟ يعني جايين دلوقتي تقولوا مصر الحقوا بقى، شوفوا مش يعني ما حدش هيعرف يعيش هناك. ما وقفتش ليه الحرب على غزة من زمان كأمريكا يعني؟ ما وقفتوهاش ليه؟ طب المفروض ان انت تحاسب الناس اللي دمرت بقى غزة ديت، مش احنا، مش الحساب الفاتورة مصر هتدفعها بقى.